تحب ميسي أو رونالدو؟ لقد فقعنا في الوخ. نشهد تصوير فيديو المتابعين أول مرة. أكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله زينين. أهلا بكم بفيديو جديد، فيديو كلام للمتابعين. شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله زينين. طبعا نبلش بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا مثل ما تشوفون هذا المكان اللي أصور منه أني. من هنا تحدث كل شيء، وهذا السيت اب الخاص بي، البي سي والشاشة الكمبيوتر والايباد الخاص بي. طبعا في اضاءة هنا واضاءة هنا واضاءة ثالثة هنا، في اضاءة الشباك حاليا معتمد عليها في تصوير هذا الفيديو. فحابب اشكركم على 500 مشترك بالقناة. وصلنا 510، إن شاء الله مستمرين بهذا المجال، مستمرين ننزل فيديوهات. فحابب أشكركم على المتابعة الحلوة والاشتراكات. باوع بنص الكاميرا يا أسفل. فحابب أشكركم جدا وكثيرا وسو ماتش وشوك على قولة الأتراك على دعمكم إلي، وعلى تعليقاتكم الحلوة وعلى تشجيعكم. وحابب أقول لكم يا شباب، أنتم حاليا اللي في القناة، أنتم أساس القناة، أنتم العمود اللي ترتكز عليه القناة. فلذلك انتم يوم تتفاعلون معايا ومع الفيديوهات مالتي، فالفيديوهات تصعد. حاليا التفاعل قال في القناة، بس مو مشكلة، أهم شي انتم موجودين ومظهر وتدعموني. وحابب أقول شغلة ثانية لفتت نظري. الشغلة اللي لفتت نظري يعني شباب، أنا أدور على أصدقاء بالقناة. يعني ما أريد مجرد واحد يجي يكون أناني يدور بس مصلحته هو. أنا أدور أصدقاء، يعني مثلا عندنا كمثال أنطيكم، عندنا هواية أمثلة، عندنا هواية أصدقاء ما شاء الله بالقناة يحبوني ويحبون محتوايا. بس أنا أدور أشخاص أصدقاء لي أنا يكونون. يعني مثلا عندنا الليبي، والله أفضل يوتيوبر، تابعتك بكل حساباتي، الجزء الخامس بسرعة طلع تعليقي. يعني الشخص هذا مني يقول لك أنا تابعتك بكل حساباتي، شخص يحبك يعني. ما أقول لكم أنتم تتابعون بكل حساباتكم، لا ما يحتاج. بس أنا أحتاج الحب النقي الصافي، إنه أنت تحب الشخص كشخص، مو تحبه عشان مصلحة أو عشان ينزل لك فيديو أو عشان يعني أمور كثيرة يعني موجودة. أيوة، عندنا مثال ثاني اللي هو جعفر، الولد أعتقد اسمه جعفر صفا. خليت أهلي كلهم يشتركون بقناتك حتى توصل 500 مشترك. الفكرة شباب إنه أنا أريد هيك أشخاص موجودين بحياتي وموجودين بالقناة. هذول الأشخاص هم راح يكونون أساس لهذه القناة، لأن هذا الأشخاص من حبه لهذه القناة قاعد يسوي أشياء، يحاول يدعمك بيها، يحاول يثبت ظهرك، يكون حزام ظهرك بهذه القناة. فأنا أحتاج هيك أشخاص يحبون القناة ويحبون محتوى، يحبون أي شيء أقدمه، مو مجرد يكون أناني يحب نفسه بس، يحب بس يشوف الأشياء اللي يريدها هو أو كذا. مثل عندنا تعليق، مثل ما أنزل مثلا أنزل Red Dead Redemption، يجي يعلق لي عليه يقول لا أنزل لي حلقة God of War وطلع تعليقي. أخي انتظر شوية، انتظر، راح تنزل حلقتك. يعني ليش تعلق تعليق سلبي على محتوى انا منزله؟ لان الناس طلبوه مني، الناس طلبوا مني انه انزل ريد ديد ريدمبشن. انت اذا ما تحب ريد ديد ريدمبشن لا تعلق او لا تشوف الحلقه، مو مضطر تعلق. تعليق يضرني او مو حلو يعني حسان الصراحه. فحاب، او طبعا اكو هواي من امثال جعفر والليبي، وشكرا لكم وانا احبكم كلكم. بس انا حابب اوصل لكم فكره، يعني فكره عن الشيء اللي اريده اني احاول اجمع اصدقاء حقيقيين، كانما قاعدين بالواقع احنا اصدقاء لما. فايش ما اسوي يكونون متقبلينه، طبعا بحدود باطار الصح يعني اللي اسويه. يعني مثلا كفيديوهات ألعبها أو فيديوهات أنزلها، يكونون يحبوني لشخصي أنا. فاهمين كيف؟ يعني مو مصلحة. تمام. في بعض الناس يحبون مصلحة وبس عشان المحتوى وما يدورون أي شيء، هو كوبيهم لا يعلقون ولا يدعموني. أي، ففهمتوا شنو قصدي أني. وفي كثير يعني ما راح أطلع التعليقات كلها، في كثير يحبوني لشخصي أني، وأنا أشكركم وأحبكم. شكرا على دعمكم والله.
صدق يعني أنا أشكركم من أعماق قلبي يعني. وهسه حابب أقرأ بعض من تعليقاتكم وأجاوب عليها. يقول لك لك أنت واحد بطل ابن بطل، والفيديو نار وحماس وحلو مثلك، الله يرزقك ويوفقك. شكرا لك يا مرتضى. أعتقد مرتضى من الأشخاص اللي ثابتين في القناة، ثابت نفسه في القناة، يعرف يعني يخليني أتذكره دائما. تعليقاته حلوة، متابعاته حلوة. حتى على حتى على برنامج التيك توك أعتقد تابعني مرتين، مرة حسابه انسرق ومرة، فناس يطبعون بالذهن. شكرا لك مرتضى. عندنا تعليق يقول بس حبيت أنبهك إنك بدال تكتب سيد كتبت إله، استغفر الله، وشكرا على المحتوى الممتع اللي تقدمه واستمر. شكرا لك يا أعتقد اسمه ترافل أنمي، أعتقد هيك اسمه، حاط صورة آستا من أنمي بلاك كلوفر. نورت يا حبيبي. في تعليق عندي قبل فترة يقول Red Dead Redemption اللعبة المفضلة عندي، استمر إن شاء الله توصل 100 تريليون مشترك والترجمة كويسة. شكرا لك على تعليقك، وشكرا على 100 تريليون مشترك. شكرا لك على وجودك، نورت. عندنا عندنا تعليق يوم نزلت أول حلقة من جزء جود اوف وور أعتقد، كتب لي متحمس يا أخي، حققت كل أحلامي، أحبك وأنا أحبك، وشكرا لك، وإن شاء الله حقق كل أحلامك. هنا ديمون قال لي ليش ما نسوي سيرفر على مود نقدر نتواصل وياكم، أو حاط لكم أنا حساباتي في الانستا وحسابي في التيك توك إذا حابين نتواصل. وديمون سوالنا سيرفر، تلقوا رابط السيرفر في الوصف إذا حابين تدخلون، أو عندكم ديسكورد حابين تتواصلون وياي، موجود الرابط تحت الفيديو. شكرا لك يا ديمون، والله تعب ويانا بالسيرفر مال ديسكورد، مصممه حلو، فإذا حابين تدخلون الرابط تلقوه تحت. شكرا لكم. عندنا سؤال يقول من تحب ميسي أو رونالدو؟ لقد فقعنا في الوخ. ميسي أو رونالدو؟ شوف خل أقول لك شغلة، اللاعبين اثنيناتهم أسطوريين. حطيك مختصر، كريستيانو أفضل مهاجم في العالم، نقطة راس سطر. ميسي أفضل لاعب في العالم، أو أفضل لاعب في مكانه هو في العالم، في مركز اللي يلعبه. فهي مراكز، أنت ما تقدر تقارن ميسي وكريستيانو لأنهم ما يلعبون نفس المركز. ميسي يعتمد على يسوي أسيستات، يصنع أهداف ويهدف بنفس الوقت. كريستيانو هداف فقط، عنده مهارات، عنده مراوغة، عنده انطلاقات، عنده حرات، بس هو مركزه هداف، مركزه رأس حربة. ميسي مو رأس حربة، فأنت ما تقدر تقارن شخصين مو بنفس المستوى. فاهم علي شلون؟ يعني هذا رأس حربة، هذا ورا باك شوية، فماكو مقارنة. فاثنيناتهم لواعيب أساطير أسطوريين، هذا لا جدال عليه طبعا. ميسي وكريستيانو أساطير اثنيناتهم. فشكرا لك على تعليقك بعد للسوية. ننتقل إلى التعليق الثاني. عندنا هنا هجوم جيش ليبيا، هجوم جيش ليبيا، هجوم جيش ليبيا. على راسي ليبيا وأهل ليبيا، أحبكم والله، وأحب كل الدول العربية، وشكرا لكم على تفاعلكم. هنا عندنا بالإحصائيات الجمهور الدائمون، يعني الجمهور اللي يشوف مقاطعي باستمرار يا شباب، يعني 848 واحد يشوف مقاطعي في استمرار. يا شباب اشتركوا، إذا أنتم حابين مقاطعي أو حابين كشخص أنا، اشتركوا بالقناة، حاولون تدعموني حتى نقدر نساعد بالقناة سوية. أوكي يعني بلاش ترى والله. حي الله الرجال. عندنا هنا يقول لك الجنس ذكر 90%. 90% شباب، بس اقطع كلنا شباب بالقناة، يعني 10% بنات. منورين خواتي شباب. المهم والموقع الجغرافي اللي يشوفون من عنده فيديوهاتي العراق، الكل خلينا العراق، المملكة العربية السعودية على راسي، والعراق على راسي، مصر
الجزائر، تركيا، الأردن، المغرب، سوريا، ليبيا، تونس. تحية إلى جميع الدول اللي مذكورة واللي ذكرتها، وتحية لجميع الدول العربية. كنا عرب وأخوة، وشكرا لكم من القلب. نرجع لنقطة مهمة شباب، وهي وقت المشاهدة من المشتركين في القناة. عندنا الغير مشتركين في القناة ما شاء الله 53%، يعني فوق نص، يعني النسبة فوق النص إن مو مشتركين بالقناة وهم قاعد يشوفون الفيديوهات. صدق تحكي إيش منتظر؟ يعني إيش منتظر؟ اشترك. المهم، في في تعليق جاني يقول لي ليش تريد ليش يقول لي ليش طريقة كلامك من تقتل الوحوش تشبه طريقة كلام أبو عطوان؟ تابعت هواي فيديوهات إلك مال كريتوس ولقيتك تقلد كلامه. غير طريقة كلامك على مود الناس تحبك أكثر. أولا أنا ما أعرف من أبو عطوان، تمام. وتحياتي إله إذا هو شخص مشهور أو هاي، ما أدري. هسه راح أروح أشوف من أبو عطوان. أبو عطوان. اوكي، حصلنا ابو عطوان يا شباب. ابو عطوان عنده 2,000,000.66 مشترك، ما شاء الله، ربي يزيد ويبارك. اوكي، خلينا نكتب له تعليق. اوكي يا شباب، كتبنا له تعليق. ما ادري ليش يشبهوني بابو عطوان، قلت اجي اشوف. ينزل شو ينزل منور ابو عطوان، كلها تقول لي انت تقلد ابو عطوان. والله ما اقلد احد. هي مو كلها تقول لي، هو واحد قال لك شنو هالفيك. المهم، واحد رد علي. واحد كتب لي ابو عطوان 20 فريم. والله ما ادري، كتبت له ما ادري عاد. المهم يا شباب، مثل ما تشوفون خلصنا جلستنا وياكم. شكرا لكم على المتابعة وعلى المشاهدة. وهذا البي سي مالتي عنده طبعا 2 اضاءات، وعندي ويب كام هي اللي اصور منها فول اتش دي، فلذلك تلقون الصورة صغيرة وما اكبر واصغر بالصورة، لان ما اقدر اصور. وانا حاليا قاعد اصور من جوال تليفون. عندي كاميرا هناك بس الكاميرا ذيك عطلانة، واعتقد الدقة مالتها مو حلوة. المهم، فهنا ومواصفات البي سي راح احط لكم اياها. وين احط لكم اياها هنا، اللي حابب يشوف مواصفات البي سي مالتي. اذا عندك سؤال او اي استفسار حط لنا اياه بالتعليقات، حتى بعد فترة ان شاء الله بنوصل 1000 مشترك. ان شاء الله نوصل 1000 مشترك. جاوب سوى حلقة هم من تعليقات ونقعد ندردش سوا. فلا تنسونا من اللايك والاشتراك، وكالعادة سلام.